6 7 8، فانا هعمل 8 اسطر. 8 اسطر، واحد رايح كده وواحد جاي، واحد رايح وواحد جاي، 8 اسطر بالظبط عشان يديني الجزء بتاع الكعب. انا هكمله وارجع لكم ونشوف ازاي بنقفله تاني مع بعض. انا كده يا حبايبي خلصت خلاص الجزء اللي هو اللي بيكون تحت الكعب ده اهو، زي ما قلت لكم سطر رايح وسطر جاي بيطلع معايا بالشكل ده اهو. ده كده الجزء اللي بيدخل فيه الرجل من قدام، وده اللي بيكون كعب تحت، يا رب يكون واضح. هبدأ بقى ان انا اقفل الكعب ده. هعمل ايه؟ هتني الجزء ده كده، اخلي التانية لبره كده بالشكل ده، يعني اخلي اقلبه لتحت، اقلب الخوف اللي انا عملته لتحت، ده الجزء اللي بيكون فوق اهو من تحت كده، واروح تانية لبره بالشكل ده، وابدأ بقى اقفل بالغرزة المنزلقة اهي. الغرزة المنزلقة بتكون ازاي؟